السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا معاكم من فندق أكاسيا ريزورت في مرسى علم. أنا هبدأ معاكم النهاردة بوجبة العشاء. العشاء دايما بيكون متنوع وبيكون فيه أصناف كتير جدا. معانا كنا شفنا اللحمة ودي مكرونة، ودي بطاطس باللحمة. كان اليوم النهاردة كان يوم الأسماك. هوريكم كمان الشو اللي هم عاملينه للأسماك لذيذ قوي، وهم عادة ما بيحطوا السيرفيزات منها مرتين، يعني ده تكرار اللي شفناه أول الفيديو. خضار سوتيه واللحمة، ودي المكرونة اللي هي بالوايت صوص، وصينية بطاطس، ودي كفتة كده تقريبا، يعني تتبيلتها كانت لذيذة. ودي فراخ مشوية على الفحم، تقريبا بتبقى موجودة كل يوم. حقيقي الأكل لذيذ جدا في أكاسيا، ومتنوع وكل يوم فيه اختلاف، والشيفات روحهم حلوة قوي واستقبالهم حلو قوي. دي البيتزا بتبقى موجودة في العشاء كل يوم، ومعنا الشيف كمان عمل لنا عرضة كده حلوة قوي علشان شافنا بنصور. الاكل مش بس كمان لذيذ ومتنوع، هما كمان يعني بيحطوا الحاجة بكرم، يعني قطعة اتنين اللي انت عايزه يعني. دي هنا بقى دايما العشاء بيكون بره، وده بقى جوه بيكون مطعم. من جوه بيبقى السلطات، المكرونة زي ما انتوا شفتوا، والسلطات كمان متنوعة وكل يوم فيه جديد. احنا النهاردة عشان اسماك كان كمان من ضمن السلطات كانت الرنجة، وعندهم الزيتون وعندهم المخلل. شايفين بقى عرض الاسماك النهاردة كان فظيع، كان مبهر فعلا. والشيف بيخلي السمك الفيليه وبيتبله وقتيا وبيسويه على الصاج، وطعمه فعلا كان حلو جدا. وفي منه كمان كان النهارده كانوا عاملين منه الفيليه كانوا عاملينه مقلي. هنا بقى الحلويات في العشاء. الحلويات في العشاء كل يوم بيكون في شرقي زي ما انتوا شايفين، وبيكون في برضو الحلويات العادية اللي هي السويس رول وكده. في حاجات كمان بتخلص، دي العزيزية كانت لذيذة جدا. في حاجات كمان بتخلص قبل ما بدأت أصور، زي اللي هي المدلعة. كل يوم في العشاء بيعملوا مدلعة تحفة. والنهاردة برضو كان في تنوع، كانوا حاطين التين والخوخ في الفواكه. حقيقي هما مبدعين جدا ومتنوعين جدا. ده السمك الفيليه، دي الحلويات الشرقي التحفة جدا. ده بقى الفطار. تاني يوم الصبح صورت لكم الفطار. طبعا عندهم بيكري كل الاصناف والانواع. اكيد هي الصورة لوحدها بتتكلم. وعايزة اقول لكم ان جودة كل الحاجات تحفة جدا وطازة جدا ومعمولة بكل حرفية. حتى الفطار بيكون فيه برضو الفاكهة. دي بقى ده الشوفان والصوصات، والزبادي والمربات. ده بقى البيض، ومحطوط كل انواع السلامي واللانشون والجبن الرومي والشيدر والبيضة، والشيدر بكل انواعها، بالكمون وبالفلفل الاسود والسادة وبالبابريكا. احنا لسه في الفطار، ودي سلطات الفطار.
ودي الزبادي بالمانجا والابيض والفراولة، وده الكورن فليكس واللبن. وكمان عندهم ده بقى البيض والسوسيس. وكمان كانت لذيذة قوي المكرونة الطماطم بالموتزاريلا، وده فرنش توست، ده الفول، وده سجق، كرات كفتة كل يوم في الفطار، ودي بطاطس بيوريه. وطبعا المشروبات كل يوم موجودة، اللبن والشاي والنسكافيه كل يوم، وكاكاو كمان نسكويك. دي كانت حاجة مختلفة برضو ما شفتهاش قبل كده. وعندنا الشيف اللذيذ ده عمل لنا الكريب بقى لايف. هم حقيقي استقبالهم وذوقهم حلو جدا. اما الدونات ده، انا دونات حقيقي كان تحفة، هش جدا جدا جدا، وخامته تحفة جدا. هنا معانا وجبة الغدا، دي الرز والبطاطس اللي بالزيتون دي مقبلات. هنا دي لحمة بالصوص، كانت متقطعة رفيع وكانت لذيذة جدا. هنا بسلة ورز، خضار سوتيه. دي نفس دي لحمة بقطع لحمة موزة بالبطاطس. وعندنا بقى ايه كل يوم، وده المكرونة. ده البيكاري كل يوم، ده الاكل الصحي. مشيت لكم عليه سريعا كده: لحمة مسلوقة، خضار سوتيه، رز من غير بصل، من غير قصدي زيت. وده بقى الفاكهة، كل انواع الفاكهة موجودة. كل يوم بيخبزوا عيش طازة كده في للغدا. كل يوم في فرايز سخنة ولذيذة كده. حقيقي الاكل عندهم في اكاسيا حلو جدا جدا ومتنوع وبكترة وبوفرة، ويعني رائع جدا. وبيقدروا يعملوا اكتر من حاجة في الوجبة الواحدة. انا حتى عملت لكم تغطية لكل حاجة، حتى لاماكن المية، ان موجود كولدرات على طول بنقدر ان احنا نشرب مية، والبيبسي والعصاير كل ده موجود ومتوفر وبكترة. البروفيترول ده كان رائع، وكمان في تارت والجاتوهات في الغدا. عندهم تشكيلة كبيرة جدا من الحلو. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، للثلاث وجبات لفندق اكاسيا ريزورت مرسى علم. حقيقي من حيث التنوع ولذاذة الاكل فهو هايل. تابعوني في فيديو جديد بإذن الله. باي باي.